وبالتالي هبت الجماهير الإسلامية في القدس الهبة الإيمانية من أجل الأقصى، وسميت هبة الأقصى لإعادة السيادة الإسلامية على المسجد الأقصى ورفض أي عمل قام به الاحتلال. نحن أصبنا وجرحنا كما جرح الآلاف من الشباب. من الآلاف، جروحي تعتبر بسيطة بالنسبة لجروح الشباب، والحمد لله شفاني الله مع اليهود حتى يزول الاحتلال، حتى ينتهي الاحتلال، يتحرر البلاد. Kudüs'teki Müslüman kardeşlerimiz diyor inşallah kendi mevkilerinde, yani kendi evlerinde, çünkü şu anda büyük bir zulümün altındalar. İnşallah ihtilalden önce veyahut da sonra da biz isteriz ki o şekilde kendi evlerinde, kendi yurtlarında kalmasını istiyoruz. Bu şekilde de yani bütün İslamiyet'in bir olması için herkesten dua bekliyor hocamız. والآخر يتفضلون يقولون الخاطر المسجد الأقصى تخلص من تحت إشغال إسرائيل من كرة. إيش تتكلم لأخوتنا المسلمين؟ ما في مجال إلا قلنا لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وعلى الدول العربية والإسلامية هذه مسؤوليتهم. الدول العربية والإسلامية هذه مسؤوليتهم، واجبهم أن يمنع أن يحرروا الأقصى كما قام صلاح الدين. Bütün Müslüman devletlerine herkesin çaba göstermesi gerekiyor. Özellikle kitapta bir olmamız lazım. Selahaddin Eyyubi gibi şu an üzerimizde bir vacip olarak, yani vaciptir hepimizin bir olması için. Selahaddin Eyyubi gibi Filistin'i fethetmek için hepimizin bir olması lazım. لمواجهة هذا الاحتلال وإزالة البوابات الإلكترونية والكاميرات من بوابات الأقصى حتى تراجع الاحتلال وأزال هذه البوابات. نحن بعثنا برقيات شكر إلى الرئيس أردوغان وإلى الشعب التركي لأنه وقف إلى جانبنا في هذه الأزمة حتى رضخت إسرائيل وتراجعت بالموقف السياسي التركي أيضا. نعم، الاعتصامات والصلاة بالشوارع حتى تحقق النصر، لم نتوقف بعد الإصابة. يهمنا أن نحيي ذكرى فتح مدينة القدس على يد صلاح الدين إن شاء الله. ونحن في فلسطين دائما نذكر السلطان صلاح الدين الأيوبي باستمرار بالخير. نعم.